قصة عن المثل القائل: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. يحكى أن رجلا كان يريد الزواج من ابنة شيخ تقي، وبالفعل وافق الشيخ على زواج ابنته مقابل مهر بسيط عبارة عن كيس من البصل. تم الزواج، وبعد مرور عام اشتاقت الفتاة لأهلها وأرادت الذهاب إليهم، فطلبت من زوجها أن يرافقها لزيارتهم. وبينما هم في الطريق كان لابد أن يعبرا نهرا يقطع بين بيتهم وبيت أهل الزوجة، فحمل الرجل طفله الرضيع وترك وراءه زوجته تقطع النهر لوحدها، فتعثرت قدمها وسقطت، ولما استنجدت بزوجها لكي يساعدها رد عليها قائلا: أنقذي نفسك، فما ثمنك إلا كيسا من البصل. لم تستسلم الزوجة واستطاعت العبور بمفردها النهر، ولما وصلوا إلى بيت أهلها أخبرت والدها بكل ما حدث مع زوجها. حينها قال الأب لزوج ابنته: خذ طفلك وانصرف، ولا تعد إلينا إلا ومعك كيسا من الذهب. غادر الزوج، ومرت الأيام، وأصبح الطفل بحاجة لرعاية أمه، فأراد الزواج، لكن كلما تقدم لخطبة فتاة يكون الرفض هو الرد الوحيد، لأن زوجته الأولى وأهلها ذو سمعة حسنة، والجميع يعلم ما حدث بينه وبين زوجته. وهنا كان لابد منه أن يجمع كيسا من الذهب ليستطيع استرجاع زوجته، فعمل بجد واشتغل ليل نهار حتى استطاع أن يملأ الكيس ذهبا. عندها ذهب إلى أهل زوجته وقدم الذهب لها ولأهلها، فوافق الأب أن تعود ابنته إلى بيت زوجها. وفي طريق العودة عندما أرادت الزوجة أن تعبر النهر، وبمجرد أن وضعت رجلها في الماء قفز زوجها سريعا ليحملها على ظهره وقال لها: حبيبتي، أنت غالية، فقد دفعت فيك ذهبا. عندما سمع الأب ذلك ضحك بشدة وقال: عندما عاملناه بأصلنا خان، وعندما عاملناه بأصله صان. العبرة من القصة: معاملة الناس بأخلاقهم هي أفضل طريقة للتعامل معهم، فالكريم يستحق الإكرام، أما اللئيم فلا بد من الحذر منه، لأن التعامل برقي واحترام معه يعتبره ضعفا وخوفا وتقليلا من القيمة.